مساء الخير. أهلا وسهلا. احنا اليوم بدائرة المكتبة الوطنية في حفل توقيع وإشهار كتاب الأديبة زميلتنا بيان مقبل، يعطيك العافية. الله يعافيك. ويسعد مساكي. الله يخليك. حابين هيك ناخذ فكرة عن الكتاب. هو العنوان صراحة جميل ومشجع، عيش صح. نعم. فحابين هيك ناخذ فكرة سريعة عن مضمون الكتاب. مضمون الكتاب هو أنا بوجه فيه من خلال نصوصي للمرأة كيف إنها تعيش صح، كيف إنها تعيش حياتها بشكل صحيح. أي انكسارات، أي عقبات، أي هزائم بحياتها تتخطاها بقوتها، بفخرها بنفسها، بتحقيق إنجازاتها. تعيش صح شو ما كلفها، إنه ما يعني شو ما كلفتها الأيام ممكن تكسرها، ممكن لا سمح الله تضعفها. كل التوفيق لك حبيبتي، الله يسعدك يا رب. شكرا كثير. حابة هيك أسألك سؤال هو يمكن ما يكون يعني هيك ارتجالي صراحة، إنه شو الخطوة الجاية؟ يعني إحنا صرنا متشوقين صراحة لإصدار جديد. نعم. أكيد في ببالك إصدار جديد. صحيح صحيح. يعني بنتمنى إنه ما تأخري علينا صراحة. إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا أنا حاليا عم بحضر لإصدار جديد بعنوان سأحبك دون اكتفاء. راح يكون مجموعة قصصية ونثرية واقعية من وحي واقع الحياة، بعيد عن الخيال تماما. فاستنونا وانتظرونا، وإن شاء الله راح يكون إصدار رائع. أنا راح أعتبره أنا إعلان حصري لمجلتنا. طبعا صح؟ أكيد أكيد. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. شكرا. بيان مقبل. أسعد الله مساءكم بكل خير. بأجمل باقات الورد والياسمين نستقبلكم، وأهلا وسهلا بكل الضيوف. أشرقت الأنوار بوجودكم في حفل متواضع. بداية أهدي الكتاب إلى جميع من حضر، أهدي الكتاب إلى عائلتي الصغيرة والكريمة، والدتي شقيقتي زوجي الحبيب، وأهدي كلماتي وحروفي إلى الحبيب البعيد الغائب والدي. أوجه له كل التحية والتقدير السلام والاحترام. على فصيح اللسان صاحب الوجه الجميل وصاحب اللسان الأقوى بين العالمين، والسلام على ذاكرة الوطن فينا، دائرة المكتبة الوطنية بمن حضر منهم، ونيابة للأستاذ أحمد الخلايلة مندوبا عن عطوفة مدير دائرة المكتبة الوطنية. الحفل الكريم كل باسمه ولقبه وصفته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم لنحتفل بميلاد كتاب جديد، وميلاد الكتاب هو ميلاد فكر وميلاد توجه يصيب ويخطئ. لم يتنزه عن الخطأ في الأرض إنسان سوى الرسل، لأنهم كانوا أصحاب رسالات منقولة وليست مصاغة، فلم يبتدع نبي رسالته بل قدمها كما أنزلت إليه، لذلك خلت من الخطأ بخلاف رسالة الإنسان إلى الإنسان. لذلك سأتناول هذا الكتاب من وجهة نظر مختلفة قليلا. ووجهة النظر تقول أن الدافع هو الذي يكتب وليس القلب، فالناس تكتب دافع موقف، خصوصا أولئك الذين يتصدرون المشهد الثقافي كتابة تعبيرية تميل إلى الأدب أكثر منها ما تميل إلى لغة الدرس. لذلك فالكتاب هو توجهات فكرية مبنية على أساس التجربة، وبدايات التجارب عادة ما تعطيك إضاءات باتجاه الحقيقة وإضاءات كذلك باتجاه الطرقات المظلمة، ولا يمكن أن ترى النور إلا إذا عبرت الممر المظلم، لا يمكن أن ترى الشمس إلا إذا انتظرت الليل أن ينقضي. لذلك كان هناك خلاف كبير بين ما هو مطروح في الكتاب وبين
ما أعتقده أنا شخصيا في حياتي تجاه الموقف قبل أن يكون تجاه الجندر أو الجندرية، تجاه المرأة أو الرجل. وهذا يختلف طبعا باختلاف الوعي العاقل الذي يمثل الموقف والذي يفكر فيه بناء كما قلت سابقا على التجربة. فكلما جرب الإنسان أكثر كلما توصل إلى حقائق أكثر، وكلما فض ختم حقيقة جديدة أغلق على ما قبلها على أساس أنها تجربة فاشلة باتجاه الحقيقة أو باتجاه الصواب. وبما أن هذا هو المولود الأول فعلينا أن نصنفه قبل أن نحاكمه. هل هو كتاب درس يخضع لقانون المنطق ولقوانين اللغة وقوانين الفلسفة الإنسانية في معالجة الشخصية؟ كأنها تحاول أن توجه رسالة إلى المجتمع بأن ارفعوا العصا قليلا، خففوا القيد قليلا، ارحموا رقيقات القلوب قليلا. وهذا حق مستحق لا يمكن أن ينكره أو يغفل عنه عاقل. إذا كانت هذه الرسالة فنعم بها. لذلك لا أملك إلا أن أبارك لها هذا الإصدار الجديد، وأتمنى من الجميع حين تقرؤون هذا الكتاب أن تردوا كل ما فيه إلى الأيام التي تناسب ما ورد فيه، فالكتب تجارب كما قلنا، ولكم الكتاب بين دفتيه. والسلام عليكم ورحمة الله.